السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل السمك المقلي اهو بالشكل ده. ده سمك صغير وده سمك كبير. يلا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. بس اتمنى اللي دخل الفيديو يا جماعة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو وحط لايك. ده كده سمك هنضفه عشان اقليه معاكم. اهو ده شكله قبل ما انضفه. وده السمك التاني حجمه اصغر شوية برضو هقليه. هنضفهم هما الاتنين واوريهم لكم. ده حجمه اصغر من التاني شوية، حطيته في مية عشان يفك. هنا كده همسك السمكية بالشكل ده، بنقص الحتة دي من تحت كده، والخياشيم بتاعتها من هنا. والناحية التانية امسك حرف المقص كده لحد الاخر كده بالشكل ده. لسه هشيل الحاجات اللي في بطنه بقى وانضف، اعملهم كلهم. دي كده انا قلت اصوره معاكم عشان عملت السمك المشوي كذا مرة والمقلي ما عملتوش. ومن هنا كده كمان في ناس بتحب تشيل الراس بتاعته، اللي بيحب يشيلها يشيلها. لسه بقى هخرج الحاجات اللي في بطنه من جوه واغسله كويس. كده نضفته من الجوانب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين بطنه كده بقى. اروح ماسكه الحاجات دي مطلعاها بالشكل ده بالراحه كده. عايزه تشيلي راس وشيليه، بس انا صراحه ما بحبش اشيلها. السمار ده بقى بتعملوا ايه؟ عندك فرشه سنان نظيفه بتستخدميها للسمك بس، ممكن بضفرك كده بتشال. انا عايزه اوريكم بتشال ازاي. يعني السمار كله بيبقى نظيف بايديك. لو انت عامله فرشه للسمك نظيفه زي فرشه السنان بيشتروها للسمك، بس انا صراحه ما بحبش اغسل بيها. بتشطف بقى كذا مره بعد العمله دي اهو. تفضلي نقعه شويه في الميه بقى. لو في حاجه بين الشوك من السلسله بتاعه السمكيه من هنا بتبوش في الميه. هوريكم واحده كمان كده بالشكل ده. انا قلت اعمله معاكم بس عشان صورته مشوي كذا مره. صورته مشوي كذا مره وقلت اصور لكم النهارده الفيديو ده. كده نضفت السمك بالشكل ده، بس قطعت راسه عشان لما اجي احطه في الطاسه حسيت ان هو هيبقى كبير. هنا عندي ليمون كنت حاطاه في الفريزر بقى للسمك وكده عشان اغسله بيه. هنقعه شويه في الميه وبعدين املحه. معايا هنا بقى تتبيله السمك، معايا توم مفروم على قرنين شطه كده مفرومين في الكبه، ومعايا كزبره وملح بشطه ومعايا كمون. هقلب كل الخلطه دي على بعضيها بالشكل ده. ده ملح انا عاملاه كده بكزبره بتوابل على بعض، بدي ريحه حلوه قوي للسمك. وده توم مفروم وفلفل حراق، قرنين شطه كده حراق بارد اللي انت عايزينه. ده كده السمك الصغير نضفته وفتحته وغسلته. وده السمك كده الكبير. هنا كده معايا السمك الكبير بالشكل ده. هبدأ املحه بقى من بطنه، ارش عليه كده من الخلطة. واجيب الكمية اللي معايا التانية واعملها برضو بالشكل ده.
عشان يبقى كله متملح زي بعض. ارش برضه عليها كده بالشكل ده من فوق. اتمنى بس يا جماعه اللي دخل الفيديو يعمل سبسكرايب للقناه وشير للفيديو. هعمل الصغير برضه بالشكل ده. هقلبه كده من تحت لفوق عشان يبقى كله متملح زي بعضه. هسيبهم بقى في التتبيله شويه. كده معايا هنا الدقيق اللي انا هعمل منه السمك، ولازم طبعا نتبله عشان يبقى كويس زي تتبيله مثلا القرنبيط البانيه، يبقى الدقيق واخد طعم التتبيله اللي جوه. ومعايا هنا التوابل، معايا كمون، ومعايا توم باودر وبصل باودر وكركم وكزبره ناشفه. كزبره ناشفه وتوم باودر وبصل باودر ومعلقه كركم كبيره وكمون ناعم عشان خاطر يدينا الريحه الكويسه للتتبيله. هفضيهم كده بالشكل ده على بعض. الكركم بيخلي معاك السمك كده اصفر وجميل، بيديك لون ذهبي قوي للسمك. هحط له برضو سنه ملح. انت متتبله الكفر اللي بره تتبيله حلوه، يبقى السمك معاك طعمه حلو. هنا معايا سنه ملح ابيض كده، حوالي ربع معلقه. جربوا برضو معلقه الكركم في التتبيله، هتخلي لون السمك معاكم جميل قوي، للسمك المقلي بالذات. قلبت هنا الدقيق بالشكل ده، قلبته كويس بايديا عشان التوابل تدخل فيه كله. وهنا السمك بعد ما اتبل، اجيب كده السمك بالشكل ده. في ناس بتحط عليه ميه، يعني بتحط السمكه في ميه بعد الدقيق كده تبخبخه بميه، بس لا انا ما بحبش اعمله كده، ولا كنت بشيل الراس بتاعته، بس عشان السمك كبير يبقى في الطاسه براحته اقليه كده وهو كويس. هنا كده الزيت سخن معايا، بنفض السمكيه من الدقيق كويس، بحطها بالشكل ده. هنا كده السمك الصغير معايا، عايزه اوريكم بس الاتنين على مقليه. بنصب السمكه كده من الدقيق. بتعمليه بقى على نار متوسطه مش عاليه قوي عشان ما يتحرقش منك. واحده مع بعض برضو. وكده مش صغير، تقلبها في الدقيق جامد كده. اللي عايز يعمل عليه ميه بيعمل عليه ميه، بس انا ما بعملش بميه. يعني بتعمليه في الدقيق وتبشوش عليه شويه ميه كده بيقولوا بقرفش، لا هو كده بيطلع حلو برضه. تنفضوها كده بقى قبل ما تحطوها في الزيت وتحطها في الزيت. هقليه بقى واوريهولكم. كده طلعت اول حاجه انا عملتها، هكمل بقى الكميه كلها. اهي لونه جميل ازاي. دي كده من السمك الصغير بالشكل ده.
هنا بقى عملت رز صياديه للسمك، هحط لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. هنا لسه بكمل القليه اهي، قليه السمك لسه ما خلصتش، بس عايزه اوريكم اللون بتاعه. معلقه الكركم بتخلي اول سمكيه في القليه زي اخر سمكيه. السمك بالشكل ده. هخلص الكميه كلها واوريها لكم. انا حبيت بس اوريكم اللون بتاعه. معلقه الكركم بتفرق قوي في القليه. قطعت هنا كده جرجير وبقدونس بيدوا ريحه السمك تحتيه حلوه قوي زي المطاعم كده بالشكل ده. فرشتهم في الطبق بقى رص السمك. اتمنى بس اللي سمع الفيديو لحد هنا يحط لايك للفيديو ويعمل سبسكرايب للقناه. كده خلصت الاكل معاكم بالشكل ده. شايفين لون السمك جميل؟ اول واحده بتبقى زي اخر واحده عشان معلقه الكركم اللي اتحطت في الدقيق. خلصته كده بالشكل ده. عملت سلطه خضراء وعملت رز الصياديه. لسه هغرف كمان طبقين ولا حاجه عشان خاطر الكادر الكاميرا. وده السمك الصغير، تتبيلته جميله قوي. اتمنى انتوا تجربوا التتبيله اللي انا عملتها، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.